مساء الخير يا بنات، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خبيرة التجميل العناية بالشعر والبشرة ملك. من ضمن الأسئلة اللي جاتني، فرحي قرب وعندها مشكلة الدقن المزدوج، وعايزة حل سريع. مشكلة الدقن المزدوج، أولا لازم نعرف هي بتبقى نتيجة ايه. نتيجة تراكم الدهون في المنطقة دي، بتبقى فيها دهون بنسبة كبيرة قوي فبتعمل الدقن المزدوج، أو ضعف العضلات اللي موجودة أسفل الدقن. أنا هقولك على حاجتين، هندي وصفة علشان نتخلص من الدهون الزايدة في المنطقة دي، وهقولك على تمارين تعمليها. التمرينات دي هتفيد قوي ان احنا نقوي العضلات اللي موجودة. الوصفة عبارة عن 3 معالق من الجنزبيل، جنزبيل باودر، او هجيبي الجنزبيل عادي وتبتدي تبشريه. وهناخد 2 معلقة من الحليب خالي الدسم، و3 معالق من الشاي الاخضر، وهضيف عليهم بياض البيض بس. هنخلط الحاجات المكونات دي كلها مع بعضها كويس جدا لغايه ما بتديني زي عجينه. وببدأ وهنسيبها بس ربع ساعة. هتغسلي المكان ده كويس جدا، وهتبدأي تحطي الماسك على البشرة لمدة نص ساعة، وهتبتدي تشيليه، هتفركي المكان او هتسيبيه لغايه ما يجف تماما، نص ساعه او لغايه ما يجف. وكل ما هيكون فتره اطول هيبقى افضل. لكن لو انتي بشرتك حساسه، علشان الجنزبيل مش يعمل لنا التهاب. هتعملي الوصفه دي 3 مرات في الاسبوع، وان شاء الله باذن الله هتجيب معاكي نتائج، ونتائج حلوه قوي. هقولك على تمرين او 2 تعمليهم. اول حاجة، هتقعدي هترجعي راسك لورا على قد ما تقدري، ممكن تسنديها على حاجة، وهتمدي شفايفك الى اعلى، يعني في اتجاه السقف بالشكل اللي موجود عندك في الصورة، لمدة 10 ثواني. هتكرري التمرين ده 20 مرة في اليوم. تاني حاجة، هتقعدي تقعدي يعني جلسة ظهرك كده يبقى مفرود فيها، وهتفتحي بقك، وهتخلي وهتخلي لسانك بنفس الشكل اللي موجود بالصورة دي لمدة 10 ثواني. هتكرري الموضوع ده او التمرين ده